ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو دوت لكل واحد حاسس ان هو وحيد، حاسس ان ملوش حد في الدنيا، ما عندوش اصحاب او صحابه بعدوا عنه. الناس اللي هو دايما بيتخيل ان هم هيكونوا اول ناس سند ليه في كل مشاكله وهمومه. ما بقوش موجودين، بيبقوا موجودين على حسب مصلحتهم. بعد عنك الاهل والقرايب والصحاب وكل الناس اللي انت متوقع ان هم يكونوا دايما جنبك، وفي كل محنة يكونوا معاك زي ما انت بتقف معاهم في مشاكلهم وفي همومهم وفي كل شيء. لما تلاقي نفسك وحيد وملكش اي حد، اعرف ان ربنا بيحبك. ربنا بيحبني وبعد عني الناس، ايوه ربنا بيحبك وبعد عنك كل الناس علشان عايزك ليه لوحده. ربنا مش عايز شريك ليه فيك. يعني ربنا بيغار على عباده لما بيلاقي عباده متعلقين بصحابهم، بقرايبهم، بأهلهم، بأولادهم، بالناس اللي حواليهم. بيبقى ربنا غيور على عباده. يعني ربنا عايز يكون هو الأول والأخير في حياتك. والعلاقات اللي هي ديت بتكون علاقات انت عارف ان انت بتحب الناس دي، لكن الأحب إليك هو مين؟ هو الله. الأكتر حد انت بتجري وبتشكيله مشاكلك هو الله. أكتر حد قريب منك هو ربنا سبحانه وتعالى. فربنا أحب ان هو يبعد عنك كل الناس دي علشان هو عايزك تجري عليه، عايزك تكلمه، عايزك تناجيه. انت بطلت ان انت تتكلم مع ربنا، بطلت ان انت تلجأ لربنا في الهموم. فربنا بقى بدأ يبعد عنك الناس اللي شغلاك عنه، وبدأ يقربك منه تاني. بيقولك تعالى لي، انا موجود، تعالى احكي لي مشاكلك وهمومك. لو مفيش حد تحكي له مشاكلك، انا موجود، انا هسمعك، انا هطبطب عليك، انا هوجد لك الخير، انا هعوضك عن كل الناس اللي بعدوا عنك وسابوك. انا هديك كل اللي انت عايزه، بس اجري عليا، تعالالي اطلب مني، اخشى عليا، لح في الدعاء. ما تنسانيش ابدا، ما تخلينيش دايما في نهاية احداثك. يعني تبقى عايز حاجة، اجري على صحابي، اجري على الناس اللي بحبهم، اجري على اهلي. طب فين ربنا من كل الحاجات اللي انت بتدور عليها دي وكل الحاجات اللي انت بتجري عليها دي؟ ربنا عايزك ليك لوحده. يعني دايما ربنا بيغار على عباده، وعايزهم لما ينشغلوا عنه بناس تانية يكونوا ليه لوحده. فبيحاول بقى ان هو يظهر لك الناس دي على حقيقتها، يبعدهم عنك، يخلي فيه ما بينك وما بينهم حاجز وفي سد وفي اشياء كتيرة جدا. ممكن تكون بمشاكل، ممكن تكون بقطيعة بدون اي مشكلة او اي شيء، ولكن دي إرادة ربنا علشان عايزك يفوقك. تعالى لي بقى، تعالى اجري عليا، تعالى ادعي لي، تعالى اطلب مني، قول لي انت نفسك في ايه. ما تشتكيش همك لاي حد غيري. ربنا عايزك ليك لوحده. اوعى تزعل ولا تتضايق لما تحس ان انت وحيد، وافرح من قلبك جدا لان ربنا فعلا بيحبك. ربنا عايزك، ربنا عايز يصطفيك، ربنا عايز يديك من العطايا ومن خزائنه التي لا تنفذ، وعايز يديك عطاء بلا حدود. بس انت روح لربنا وهتلاقي كل حاجة بعد كده هتجيلك. خلي دايما ربنا أول حد في حياتك، الأولوية الأولى والأخيرة. إن أنت بتطلب من ربنا، بتحب ربنا، قريب من ربنا، بتعمل كل الحاجات اللي تخلي ربنا يحبك ويرضى عنك ويغير حياتك إلى أفضل حياة وأحسن حياة. طيب لو لقيت بقى شخص طول النهار ما بين صحابه ما بين أهله، التليفونات دي ما بتبطلش، خروج ليل ونهار وفسح وحواليه ناس كتير وحياته، يعني حياته مشغولة طول النهار وما عندوش وقت فضا ان هو مثلا يروح يصلي قيام ليل، ان هو يدعي، ان هو يعمل اي حاجة. يعني الحياة مليانة بالمشاغل، بالصحاب، بالأهل، بالقرايب، بكل ده. الشخص دوت بعد جدا عن ربنا. ربنا لهيه بقى في الدنيا اللي هو فيها دي، وبعده خالص خالص عنه وسايبه بقى. لكن افرح لما تكون وحيد، افرح لما تكون ملكش حد غير ربنا. افرح عشان ربنا عايز ان انت تخبط على بابه، ترجع له من تاني، لان انت انشغلت
لإن أنت بعدت، لإن أنت حاجات كتيرة لهتك، فاجري على ربنا، اطلب منه، احكِ له، اتكلم مع ربنا، ربنا الوحيد اللي هيسمعك من غير ما هيقول لك مش أنا قُلت لك، مش أنا حذّرتك من الناس دي، مش أنا قُلت لك مش عارفة إيه، أنا كان برضه عندي نَفْس. ويقعد بقى إن هو يقطّمك ويدّي لك نصايح كتيرة ما لهاش أي لازمة، في عِز ما تكون أنت موجوع وتكون أنت نِفْسك بس تعيّط وتشكي وتحكي. لمّا تلاقي نَفْسك كده اجري على ربنا، ادعي له، قُل له: يا رب أنا ما ليش غيرك وأنا جاي لك علشان